بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا. بقى لي فترة ما نزلتش اي وصفات، بس المرة دي انا جايه لكم بوصفة حلوة جدا هتجربيها بجد. لو عروسة في اي اماكن غامقة في بشرتها او في كلف او في اسمرار، بجد هيمسحوا مسح كده. بصوا يا جماعة، هم عبارة عن مقشر وكريم انا هعمله لك، او يعتبر ماسك، بس بجد اولا الكريم ده غني عن التعريف. اغلبيه يعني ايه، امهاتنا كانت بتستعمله، واغلبيه الناس بتستعمله، يعني خاصه المصريين. انا ما اعرفش، بس هو بجد الكريم ده يا بنات اللي ما يعرفوش هو اسمه كريم فيراند لافلي. الكريم ده بيدي كده رونق، كده بيدي شخصيه للبشره. فبصوا انا جايبه لك بقى الوصفه دي بجد عن تجربه، هتدعيلي. بس كملي الفيديو معايا واعرفي بيتعمل ازاي ومن اول مرة. بجد والله هتدعيلي عليه من جماله، حلو جدا جدا جدا. بس اتمنى منك لو انت لسه بتشوفي القناة ان انت تعملي لي لايك، عشان اللايك والله مش بفلوس، يعني مش بفلوس. بس هو بيرفع شوية معايا الفيديو، يخليه يتشاف وناس كتيرة يعني ايه، تعرفوا القناة شوية تنتشر. واعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك بالاشعارات، ودوري كده هتلاقي فيديوهات حلوة. بص يا حبايبي، الكريم دوت بصراحة يعني ربنا يبارك لها اللي عرفتني بيه. انا كان ليا جارتي، يعني كانت ما شاء الله بشرتها رايقة جدا وصافية. وانا كان عندي يعني معلش انا هرغي شوية، بس بقى ايه يعني استحملوني، هتستفادوا ان شاء الله. انا كان ليا جارتي بقول لكم بشرتها كانت حلوة جدا، وانا كان عندي حباية وسابت زي بقعة كده في وشي يعني. فانا بصراحه لما سالتها، هي ما بخلتش، هي كانت جارتي وصاحبتي، فلما سالتها فهي قالت لي ان هي بتستعمل الكريم ده كان لوحده كمان. فانا بقول لكم بقى، ما بال الخلطه اللي انا عاملاها لكم مفعولها مفعول السحر. قالت لي هتاخدي منها نقطه بس، هتكتري شويه وتحطيها على مكان الحبايه، بس بعد الحبايه ما تخف تماما. وفعلا لما استعملتها يا بنات لقيت منها مفعول جميل جدا جدا جدا، بجد هتدعولي. بص اول حاجه، الوصفه عباره عن ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، بس ما تنسوش طبعا ان انتوا تصلوا على سيدنا محمد. واسفه انا ماسكه الموبايل بايديا يعني. بص يا حبايبي، انا هاخد كده، هاخد معلقه فيراند لافلي من ده كده اهي. طبعا عشان تعرفوا انا بحبه قد ايه، انا مستعمله منه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخدي كده ادي معلقه اهو، تمام كده، بس كده ماشي. وهاخد ده ايه، ده اللي هو الكورن فلاور او النشا او المايزينا. تقريبا في المغرب مسمينه النشا ده مايزينا. فبرضه هاخد منه ايه معلقه. طبعا النشا ده يا بنات وهم ما شاء الله، يعني حاجه كده. طبعا استعملت معلقه تانية عشان المعلقه دي مكانها الكريم، والكريم دي ريحه. النشا يا بنات لوحده كده من غير الكريم دوت مفعوله مفعول السحر. بيعمل ايه النشا بيشد البشرة، بيديها نضارة. مع الاستعمال كده هتحسي ان بشرتك حلوة جدا، رايقة ما شاء الله يعني. بجد والله النشا ده من الحاجات اللي هي سبحانك يا رب وهم. كريم فيراند لافلي يا بنات، حتى لو قريتوا اللي عليه، كريم فيراند لافلي ده بيشيل البقع، بيشيل اثار الحبوب، بيشيل الكلف ده مع الاستمرار لوحده. بس انا الماسك ده للمستعجلين، يعني لو واحده عندها فرح اعمليه، مفيش منه اي ضرر، تحفه. هحط عليه ايه، هفككه بسم الله الرحمن الرحيم، هفككه بماء ورد، تمام، او لبن اللي يعجبك. مهم. كده اهو، يعني معلقه برضو صغيره، تمام. مهم. هقعد بقى ان انا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، استعمليه والله العظيم هتدعيلي. استعمليه كماسك، بس قبل الماسك انا هقولك هتعملي ايه عشان اللهم صل على النبي، الماسك ده يجيب معاكي النتيجة. اولا ريحته تحفة تحفة. لو عندك اماكن غامقة، يعني مثلا الركب الكلام من ده، حطي عليه
ازود بس شويه، انا عايزاه كده سايل شويه، يعني يبقى وسط، ولا منه سايل قوي ولا تقيل قوي. اهو كده. اهو. بص انا مش مكتره الكميه، عشان ايه؟ انا بعمله واحده بواحده. عندك بقى اثار بقع، اثار حروق شمس، طبعا احنا في الصيف والبشره بتغمق بسرعه. تمام. اهو. بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهتاخدي كده ايه، اهو، وهتدهني كده على الايه، على البشرة منه. معلش انا يعني الكاميرا تعتبر قريبة قوي. ماشي. وهتسيبيه كده يعني نص ساعة، لغاية لما تحسي ان الماسك دوت نشف معاكي. انا كده هوت عملت الايه، عملته كماسك. قبل بقى ده كله يا بنات هتعملي ايه؟ ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد طبعا في التعليقات، وبالله عليكي ما تنسي تعملي لايك، عشان باذن الله هيفيدك قوي والله. ده كده خلاص الماسك اللي انا عملته هركنه. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ قبل ده لازم بشرتي تبقى زي الفل كده ونضيفه ومتقشره، عشان لما اجي احط بقى الكريم دوت يعمل معايا مفعول. هعمل ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده بيدي نضاره، ورخيص مش غالي، اي ماركه على حسب ما تحبيها. بتجيبيه من عند العطار، بيدي نضاره وبيشد البشره وحلو جدا، مفيش منه اي ضرر. زيت اللوز الحلو او زيت الزيتون. تمام. هتاخدي كده منه زي بمقام كده معلقه. مهم. لما صلي على النبي كده، وتحطي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هتعملي ايه بقى يا بنات؟ مهم. هتاخدي بقى شويه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخدي كده سكر حبيبات اهو كده. مهم. وهتروحي عامله ايه؟ السكر ده بصوا بجد حلوه قوي الوصفه دي والله بجد. مفعولها تحفه تحفه، ومفعولها وقتي هتدعيلي، هتدعي لام جنى. بص بقى هتفرق كده معاكي، وهتشيلي كل السواد اللي في البشره. بص يا بنات، انا عايزه السكر ده مش هدوبه، اوكي؟ انا عايزه السكر دوت زي ما هو حبيبات كده. ليه حبيبات كده؟ عشان يقشر معايا البشره. بس بقى بالراحه خالص كده، وهتمسكي بقى بحركات دائريه كده، وهتفضلي تفركي في بشرتك بحركات دائريه لمده 5 دقايق. وبعد ال5 دقايق هتروحي غاسله وشك، بس تفركي بحركات دائريه بالراحه كده. افضلي افركي افركي افركي. هتروحي داخله غاسله وشك. ونسيت اقول لك كمان، انت تقدري تحطي على الكريم ده نقطتين ليمون، لو انت بشرتك مش بتتحسس من الليمون. وبعد كده دهني يا بنات. ودعوه حلوه بقى منك لام جنى، ولايك واشتراك بالله عليكم. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب اكون ضيفه خفيفه كده على قلوبكم. وبشكركم جدا، وسلام عليكم وباي باي.